تعالي 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 انت اطلعي مكان. قولي اي حاجه، قولي اي حاجه. انت جاي تتكسفي دلوقتي؟ امشي. صباح الخير او مساء الخير على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. حلقت الحمد لله حلقت، ما تهزرش معايا. المهم الحمد لله صحينا بدري، الحمد لله صلينا، والحمد لله لا لسه هناكل، بس الحمد لله يعني، او ان شاء الله هناكل. طبعا فيديو جديد عشوائي جدا ما فيهوش اي حاجه جديده. انا لحد دلوقتي الصراحه ما اعرفش ده يعني النوع ده من الكونتنت ده بيبقى فلوج ولا بيبقى فيديو، لان اللي اعرفه فلوج ان انت بتخرج بقى وتعيش حياتك وتصور لناس حاجات هم ما شافوهاش قبل كده، وتبتدي ان انت تكتشف حاجات جديده او تبص لحاجات جديده انت ما عملتهاش قبل كده. والكونتنت او الفيديو العادي اللي اي حد بيعمله هو انه بيحط الكاميرا وبيبتدي يصور وبيبتدي يشوف بقى هو عايز يقول ايه وسكريبت معين وخلاص. انا بسم الله الرحمن الرحيم بصحى من النوم، احط الاضاءه اللي هو حطيت اضاءه ما اعرفش اصلا باينه ولا لا، احط المايك، صور، شوف بقى انت عايز تقول ايه. مش عارف العشوائيه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس احسن من مفيش خالص. بس محتاجين النهارده نشوف اليوم هيمشي ازاي. اظن غالبيه الفيديو ده او الفيديو ده اصلا هيبقى مش طويل، وهيبقى فيه بس تصوير في الجيم حاجه بسيطه، وبره الجيم برضو حاجه بسيطه لو فيه، وهيتقفل على طول. يعني ما اظنش ان الفيديو ده هيبقى فيه كلام او رغي كتير، على قد ما هو ممكن يكون مهم او ممكن يكون تكمله للفيديو اللي فات بتاع ازاي تمرن نفسك. اظن في حاجات كتير قوي ما كانش هينفع تتقال في فيديو واحد، فبالتالي هحاول ان انا اغطيها في الفيديو ده، ولو في حاجات تانية تتقال بعدين هنشوف هتتعمل ازاي. بس اظن هنفطر وهنروح الجيم وهنشوف اليوم هيمشي ازاي. يا جدعان انا في جيم كبر الدنيا قوي بجد، يعني كبر الدنيا فشخ. انا مش عارف اصلا مفيش اضاءه ليه، بس اتمنى اكون ظهر. بس هم مكبرين الدنيا قوي يعني. وانا جاي كده حرفيا يعني. ان شاء الله محدش ياخد باله، ان شاء الله محدش ياخد باله. المايك شغال، مش انا شغال، انا شغال. السلام عليكم. ماشي، على فكره يا جدعان اللي ما يعرفش انا عندي رهاب اجتماعي. يعني ما رهاب اجتماعي في الاماكن المقفوله، يعني ما بحبش المكان يبقى اصلا مقفول والدنيا هاديه وكل واحد حاطط سماعه في ودنه وانا قاعد بصور وبزعق وصوتي عالي ومش عارف ايه. اظن كده يبان كويس. طيب سريعا، عشان الناس ما تتوهش فكره الفيديو. احنا قلنا انت كواحد مبتدئ انت محتاج بس تنزل جيم، محتاج تستمر، محتاج ان انت تتطور في الجيم، في العدات، في الاوزان، في كل الكلام ده. الفكره بتاعت الفيديو هو تطبيق للفيديو اللي فات. يعني احنا هنا بنطبق على اللي حصل في الفيديو اللي فات او اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات. طيب ايه هو بقى؟ احنا قلنا انت لازم تلتزم نظام تمريني معين انت هتظبطه لنفسك بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، وهتبتدي ان انت تشوف ازاي ممكن تطبق ده على ارض الواقع وازاي تقدر تتطور في ده. تطوير يعني ايه؟ يعني انا هزود اوزان وهزود عدات على الاقل كل مره انا هقدر اجي فيها الجيم عشان اتطور. انت ما عملتش كده مش تتطور. تطبيق العمل ده ان التمرين بيكون صعب. ما ينفعش تقول لي انا زودت وزن والوزن اللي انت زودته بخلي التمرين سهل. ما ينفعش تقول لي انا زودت عده واحده والعده اللي انت زودتها يعني عادي لسه برضو التمرين مش صعب عليك. فانت هنا مش عارف يعني ايه التمرين شكله صعب او مدى صعوبه التمرين. فهم عاملين مقياس للصعوبه بتاعه التمرين، او بتخليك تقيس مدى صعوبه التمرين من 1 مثلا ل10. هو في طريقتين، في حاجه اسمها RIR، في حاجه اسمها RPE. انا هم دول ابريفيشنز او اختصارات لحاجه معينه انا مش فاكرها. فاكر RIR بس اللي هي ريبس ان ريزيرف، او انت فاضل لك كام عده، وRPE مش فاكرها الصراحه. لكن معناهم ايه باختصار؟ انا فاضل لي كام عده في التانك بتاعي. انت اعتبر الطاقه بتاعتك دي زي تانك دايما بيخش كل مجموعه التانك ده مليان. امتى اقول انا اتمرنت جامد وامتى اقول انا ما اتمرنتش جامد؟ لما اخرج من المجموعه دي التانك بتاعي فاضي او فاضل فيه حاجه بسيطه، فساعتها تقول لا انا اتمرنت جامد. لكن زي ما دخلت المجموعه زي ما خرجت يبقى انت كده ما اتمرنتش جامد. يعني دخلت جبت 10 عدات وحد جه سالك طب انت كان فاضل لك تجيب كام عده تاني عشان تحس ان انت مش قادر، تقول له لا عادي ممكن اجيب 10 عدات تاني، انت ما اتمرنتش اصلا. طب لو حد جه سالك انا جبت 10 عدات بس فاضلك مثلا كام عده وتحس ان انت لا خلاص مش قادر، تقول له والله عدتين 3، فساعتها انت تمرينك شويه جامد.
طب جبت 10 عدات وما جبتش ولا عدة بعد كده وخلاص مش قادر وعافرت في اخر عدة وكنت بتموت وحد جه سألك انت هتقدر تجيب عدة تاني؟ لا، انت خلاص خلصت التانك كله في المجموعة دي. خلي بالك هي كل مجموعة بتانك معين، انت بتخشش بتانك واحد في التمرين كله. على مدى السيشن بتاع التمرين كل ما بتطول في التمرين وكل ما مجموعتك تبقى صعبة كل ما التانك ده الكباستي بتاعته بتقل، لكن بوجه عام انت عندك طاقه معينه بتخش بيها كل مجموعه. فاحنا جايين نشوف التطبيق العملي للفكره دي وازاي انت فعلا تقدر تحكم على نفسك انا اتمرنت جامد او لا من التطبيق العملي بتاع الفيديو ده. فاللي ما يعرفش انا بتمرن 4 ايام في الاسبوع، حاجه اسمها فول بودي، يعني بمرن جسمي كله في نفس اليوم. اكيد مش باخد كل تمارين التشيست والظهر والرجل والدراع في نفس اليوم، بس بختار تمرين واحد مثلا من التشيست، تمرين واحد من الظهر، تمرين واحد مش عارف ايه، يبقوا متمشيين مع بعض واحطهم في يوم واحد واعمل ده 4 ايام. فخلينا نشوف هنعرف نصور من التمرين بتاع النهارده، هنقدر نظبطها ازاي، شكل الشده او شكل صعوبه التمرين هتكون عامله ازاي وبس. عامة دي ممكن تبقى RPE 9 او RIR 1، يعني من الاخر فاضل لي عدة واحدة بحسبتي وتجربتي قبل كده. هي كلها على فكرة بتتحسب بالتجربة وان انت بقيت عندك المعلومة ان انت تعرف انت فاضل لك كام عدة يعني في التانك. فانا ما اظنش انا كان فاضل لي اكتر من واحدة الصراحة. فدي مثلا RPE 9، يعني كان ممكن عدة كمان وفيلير او عدة كمان ومعرفش اجيب حاجة بعدها. ف خلينا برضو نشوف شكل تمرين المفروض اوصل فيه RPE 10 او RIR 0 او فيلير فيه او ما اقدرش اجيب عدات تاني بعد كده. معرفش اصلا كنت باين ولا لا، بس خلينا نشوف هتظبط ازاي. المفروض نفس الفكره، المفروض التمرين ده برضو يبقى شده 9 ويبقى فاضل لي عده واحده على نهايه التانك. مش عايز اعلي صوتي عشان ايه الرهاب الاجتماعي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا الوزن ده خفيف قوي، خرجت بره نطاق العدات المفروض اجيبه، والوزن ما تقلش، التمرين ما صعبش، فنزود نشرب بوق ميه ونرجع تاني. عطاها التجربه مش مستاهله شداده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كمان في حد معانا في الجيم ما ينفعش يعدي. بسم الله.
اخر واحده دي برشا نص، مش عدة كاملة اظن، اعتقد فيلنا. اعتقد كام عدة دول؟ 7 و8، 7 ونص. المفروض كانت 6 عدات، نخلي فاضل بيني وبين العدة اللي هي تخلينا جايب اخري حاجة واحدة بس. فانا جبت 6 او جبت 7 ونص، المفروض افلي او انا كده وصلت للفشل العضلي. لكن المفروض اقف عند 6، وقفتش عند 6. طيب هنسجلها 7 اللي هو 7 عدات ونص انا جبتهم، واربيع 10 ان ما اظنش كان ممكن يقدر يجيب عدة تاني. ف هنخش المجموعة الجاية برضو فيلير، يعني ما ينفعش نسيب التمرين من غير هنبقى ميتين. بس دي كانت 10، دي مش 9 دي، يعني دي 10 من 10 مش 9 من 10. يعني ما كانش فاضل لي عدات تاني، المفروض كنت اسيب عدة بس انا ما سيبتش او ما خدتش بالي. تقريبا كان المفروض ازود 5 مش 10، مش مشكلة. مثلا دي حاجات بجد فعلا هي بتيجي مع التجربة، وهي سكيل عادي بتكتسبها مع الوقت. بتبقى قادر تحدد ايه الوزن اللي انا هدخل بيه في نطاق العدات ده. مثلا مكتوب لي من 8 ل 10 التمرين ده، مكتوب لي اجيب شدة 8، يعني اسيب بس عدتين في التانك. مع الخبرة والتعود هتبقى عارف ايه الوزن اللي يحطك في الزوم بتاع العدات ده، في نفس الوقت يخليك تجيب شدة 8 عادي. ولو مكتوب لي شدة 10 ايه الوزن المفروض احطه يخليني اجيب 8 عدات مثلا وفيلير، او 10 عدات وفيلير، او 7 عدات وفيلير عادي. الفكرة كلها في ان هي مهارة بتكتسب مع الوقت. بس المجموعة الجاية هي يعني مش لازم تتصور بس مش أكتر. طيب زي ما انت شفت في الفيديوهات اللي فاتت اللي كانت متصورة في الجيم، المفروض تفهم منها شكل التمرين اللي المفروض يطلع عضلات، او المفروض تفضل تتمرن بيه كل مرة تروح بيها الجيم. بس في دايما حاجة عايز انبه عليها، ان انا راجع الجيم من فترة مش طويلة، فحساسية ان انا اقيس صعوبة التمرين قلت عندي شوية. فبالتالي انا اصلا لما شفت الفيديوهات وانا بايديت الفيديو ده قلت لا، انا في مرات قلت انا فاضل لي عدتين وهي عدة، وفي مرات قلت انا ما فاضليش حاجة وهي لا انا فاضل لي عدة كمان. انا عايز اقول ان دي مهارة في الاول في الاخر بتكتسب مع مرور الوقت ومع تعودك في الجيم وصعوبة التمرين، وازاي تقدر تطبق ده على تمارين مختلفة. الكونسبت او الحاجة الوحيدة اللي احنا عايزين نوصلها من الفيديو ده هو ان انت تمرينك لازم كل مرة يكون صعب، لكن في حاجتين لازم نتكلم عنهم، وعشان كده قلت اصور الحتة دي لان الحتة دي مهمة. اول حاجة هي امتى تطبق الفكرة دي، او امتى تقول ان انا عايز اتمرن النهاردة تمرين شديد من التمارين الصعبة اللي المفروض تحسن في البناء العضلي بتاعي. الفريكونسي او التكرار بتاع شدة التمرين لازم تحسبه بعقل، بمعنى ما ينفعش كل مجموعة في كل تمرين هخشه توصل فيها للفشل العضلي، اللي انت كده بتعرض نفسك لاجهاد، مش تعرف تعمل ريكفري كويس، هتبقى دايما تعبان، هتكره اصلا تروح الجيم من كتر ما انت جسمك تعبك، ومن كتر ما انت مش قادر تتحرك بسبب صعوبة التمرين اللي انت عملتها. فالفريكونسي او تكرار صعوبة التمرين او ان انت توصل للفشل العضلي بتكون دايما محدودة. يعني اغلب مجموعاتك انت بتسيب عدة لعدتين بعيد عن الفشل العضلي، بتخلي تمرينك صعب وكل حاجة. وعلى فكرة عدتين بعيد عن الفشل العضلي صعبة، وعدة بعيد عن الفشل العضلي صعبة قوي. فما ما تستهونش بان انت ما وصلتش الفشل العضلي وسبت عدة او عدتين في التانك بتاعك. فدايما خليك بعيد عن الفشل العضلي في غالبية المجاميع بتاعتك، بين عدتين وعدة، وحاول اخر مجموعة هي اللي انت توصل فيها للفشل العضلي، ومش في كل التمارين كمان، ومش في كل الاشكال كمان. وده يخلينا نروح للنقطة رقم 2، ان في تمارين ما ينفعش انت توصل فيها للفشل العضلي، لان هي حتى لو انت بس وصلت في اخر مجموعة بس للفشل العضلي فبرضه هتتعب قوي، ممكن تعرض كمان نفسك لإصابة، خصوصا لو انت ما فيش حد معاك. يعني مثلا خلينا نقول مثال، لو انت بتلعب 3 مجاميع للتشيست
اول مجموعه سبت عدتين بعيد عن الفشل العضلي، تاني مجموعه سبت عده بعيد عن الفشل العضلي، تالت مجموعه قلت هتوصل فيها للفشل العضلي. خلاص دي ابروتش تمام، دي ابروتش كويسه. هتبتدي تطبقها. بس هنا انا محتاج اختار تمرين سيف فيه ان انا اوصل للفشل العضلي، بحيث لو مفيش حد معايا الوزن ما يقعش على وشي يبهدلني، او ما بقاش مثلا نازل بالدمبل كده فكتفي مخلوع. لازم يا حد معاك يا اما على ماشين سيفتي ان هي توصلك للفشل العضلي. لو ما عرفتش تقفل العده بتاعتك او ما عرفتش تكمل العده بتاعتك، الوزن من الاخر ما يبهدلكش او ما يقعش عليك يطلع عينك. فدي فكره او دي حاجه لازم تحطها في الاعتبار. طيب ايه تاني؟ انت عندك مثلا كام تمرين تشيست في اليوم؟ انا يا عم المثال اللي انا بتمرن بيه او نظام التمرين اللي بتمرن بيه فول بودي، ففي ايام مثلا بيبقى عندي تمرين بس تشيست، فممكن في تمرين واحد مثلا يبقى 3 مجموعات، اول مجموعه عدتين بعيد عن الفشل، تاني مجموعه عده بعيد عن الفشل، تالت مجموعه وصلت للفشل العضلي في جهاز سيفتي ان انا اوصل فيه للفشل العضلي، او على الاقل معايا حد من صحابي لو انا هلعب مثلا بالدمبل انكلاين او فلات على الدكه مثلا، فمعايا حد هيزقني لو ما عرفتش الوك الكوع بتاعي فوزني مش هيقع على وشي. فتمام، خلاص انا طبقت ده على تمرين. في التمرين التاني ممكن ما اوصلش للفشل العضلي في اخر عده، يعني مش شرط. عملت ده في تمرين التاني مش شرط، بس برضه حافظت على الشده بتاعت التمرين ان هي الاوفرول بتاعته عاليه، بان انا سبت بين عدتين لعده بعيد عن الفشل العضلي في كل المجاميع بتاعتي، ما كانش في غالبيه. فبالتالي حته الوصول للفشل العضلي بتقف على اكتر من حاجه او بتتوقف على اكتر من حاجه زي السيفتي بتاعك، هتقدر توصل للفشل العضلي بامان ولا لا. تكرار الفشل العضلي ده، انا مش هينفع اخش كل مجموعه فشل عضلي. تالت حاجه لو عندي اكتر من تمرين بيمرن نفس العضله في نفس اليوم، احاول ان انا اوزع الفشل العضلي ما بين التمارين دي بشكل ذكي. كل ده احنا بنعمله عشان نحاول ان احنا نريكفر بشكل كويس، لان انت مش هدفك بس سيشن واحده في الجيم تتمرن فيها بشكل جامد، انت عايز تطبق ده على مدى زمن طويل. فبالتالي انت عايز تريكفر بشكل كويس، متبقاش تعبان من الجيم، ما تبقاش قرفان من صعوبة التمرين، لان الموضوع صعب ذهنيا قبل جسديا حرفيا يعني. فدي حاجات كلها انت محتاج تطبقها. واخر حاجة هأكد عليها الوصول للفشل العضلي، او ان انت تقول انا فاضل لي عدتين او عدة هما بالفعل صعبين جدا وبيكونوا كفاية في غالبية الاوقات. دي مهارة هتكتسبها مع الوقت وتقديرك لمجهودك، ومن خلال وصولك للفشل العضلي في اوقات محدده زي ما احنا قلنا هتقدر تحكم بعدين، لا انا كان فاضل لي عده، لا انا كان فاضل لي عدتين، لا انا ما كانش فاضل لي ولا عده خالص، لا انا كنت بستهبل. فدي مهاره هتكتسب مع الوقت. ما تحطش على نفسك ستريس في الاول، بس دايما حاول ان انت كل فتره انا عايز اصعب التمرين بتاعي، عايز ازود عده زياده اشوف انا عامل ازاي، عايز ازود 2.5 اشوف شكل التمرين هيكون عامل ازاي. فبس دي اهم حاجة، ودي من اهم العوامل اللي فعلا بتضمن لك بناء عضلي بشكل افكتيف او بشكل فعال. فبس حبيت اقفل الفيديو بشوية الرغي ده، وان شاء الله اي حد يكون شاف الفيديو ده استفاد اي حاجة. وبس اشوفك في فيديو جديد او فلوج جديد على حسب احنا بنعمل ايه او هنعمل ايه، لانها برضو حاسس انا لسه مستقرتش على شكل معين للمحتوى اللي بينزل على الشانل دي يعني. ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة اظن يعني لحد دلوقتي. وبس، سلام.